تعالوا النهارده اوريكم ازاي تعملوا احلى قلقاس في البيت. مش هقول لكم الغوا اي وصفه قلقاس جربتوها قبل كده وتعملوا الطريقه دي. عايزه اقول لكم ان القلقاس في حته تاني خالص، لازم يطلع معاكم باللون ده. لو ما طلعش باللون ده يبقى مش حلو. اول حاجه في البدايه نحضرها هي شوربه اللحمه. عشان يطلع معاكم لون الشوربه لونها فاتح مش غامق، هندي صدمه بسيطه خالص للحمه، يعني هندي تشويحه كده بسيطه خالص للحمه عشان تطلع لون الشوربه معانا لونها فاتح مش غامق. اول حاجه في البدايه هننزل بالسمنه بالشكل ده كده، واول ما السمنه تسخن هبتدي بقى ننزل باللحمه بالشكل ده كده عشان نديها تشويحه خفيفه. اول ما تبتدي اللحمه تاخد معاكم كده لون من تحت، ابتدوا بقى قلبوها على الناحيه التانية علشان تتشوح من كل الاتجاهات بالشكل دوت. وبعد كده هنضيف نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. احنا مش بنضيف ملح دلوقتي، الملح بيبطئ سوى اللحمه، فالملح هنضيفه بعد اللحمه ما تستوي. اول بقى ما الميه تنشف خالص بتاعه اللحمه وتبتدي بقى الدهون تبتدي ان هي تفصل كده على الوش، واللحمه تاخد لون حلو كده اهوت، لون تحمير بس لون تحمير خفيف خالص. هنبتدي بقى ننزل بجزرايه وطماطمايه وشويه ورق لورا وكام فص من الحبهان. عاوزه اقول لكم ان الطماطم والجزر بيدوا طعم ولون للشوربه خطير. احنا هنا مش بنضيف بصل، انا بضيف البصل بعدين وهوريكم امتى انا هنزل بالبصل. هندي بقى تشويحه خفيفه كده الخضار اللي احنا نزلنا بيه مع اللحمه، وبعد كده هننزل بقى بالميه السخنه. اهم حاجه لازم ننزل بميه مغليه، ما ننزلش بميه بارده ابدا، عشان الميه السخنه بتخلي اللحمه تستوي اسرع. عايزه اوريكم لون الشوربه حلو ازاي، ما فيهاش اي ريم خالص. شايفين لون الشوربه صافي ازاي؟ دلوقتي بقى هنزل ببصلايه كبيره كده دعكتها بفلفل اسود. زي ما قلت لكم انا مش بضيف ملح دلوقتي علشان تسويه اللحمه. وبعد كده هنزل كمان بربع معلقه صغيره من الثوم المهروس. عاوزه اقول لكم ان دي اطعم واحلى شوربه هتجربوها. هنغطي على اللحمه ونسيبها لغايه ما تستوي براحتها، ولغايه ما اللحمه تستوي نبتدي نحضر خضره القلقاس. خضره القلقاس عباره عن سلق وكزبره مش اكتر من كده. انا هنا معايا حزمتين من الكزبره وضفت معاهم حزمه كبيره من السلق. هناخد الخضره بالشكل ده وهنضربها في الخلاط في الاول. ممكن الخلاط ما يشتغلش بسهوله، فهنزود بس نص كوبايه من الميه. ما تبالغوش كتير في ضرب الخضره، يعني هي لفه ولفتين وبس كده وشكرا. وبعد كده هناخد الخضره ونصفيها بالمصفى بالشكل ده. ميه الخضره هتطلع معاكم احلى قلقاس. بنجيب القلقاس وبنقشره، وبعد كده بنجيب فوطه نظيفه ونمسحه كويس من بره، وبعد كده بنقطعه مكعبات بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. انا قطعته في الاول علشان بس وقت الفيديو ما اطولش عليكم، بس عاوزه اقول لكم ان القلقاس مش بيتغسل، ما تقلقوش خالص من الماده اللي فيه، مش هتحسوا بطعمها خالص. وتمسحوه كويس بفوطه، هتاخدوه وتسقطوه على طول في الشوربه. عايزه اقول لكم ان انتوا فعلا هتاكلوا احلى قلقاس بالطريقه دي. دلوقتي اللحمه بقت جاهزه واستوت، شايفين؟ بصوا اللحمه دايبه، بصوا. اخدت الشوربه وصفيتها، وبعد كده ضفت معاها مكعبين من مرقه الدجاج، وبعد كده هنزل بالقلقاس. وبعد كده هنزل بميه الخضره اللي احنا صفيناها في الاول. هغطي عليه واسيبه لغايه ما يستوي. هو مش هياخد اكتر من 3 4 دقايق على النار وهيكون جاهز. ودلوقتي هنبتدي نحمر الخضره. هنزل بمعلقه كبيره من السمنه. اول ما السمنه تسيح هنزل بالخضره بالشكل ده. هتعرفوا منين ان الخضره اتحمرت؟ هتبصوا تلاقيها ان هي لونها غمق، وكمان ابتدت ان هي تنشف وابتدت تطلع ريحه الخضره، يبقى هي خلاص كده بقت جاهزه. كده الخضره بقت جاهزه، هناخدها ونطشها. وبعد كده هنطش الخضره في نفس الطاسه. هننزل بمعلقه كبيره من السمنه، معلقه كبيره من الثوم المهروس. ده ثوم مهروس بملح وفلفل. اول ما الثوم يتحمر هناخده وهنطشه على طول فوق القلقاس. وبعد كده هننزل بالثوم. عاوزه اقول لكم ان دي احلى طريقه هتجربوا بيها القلقاس. شايفين الجمال؟ بصوا لون القلقاس حلو ازاي، شايفين؟ بصوا
عايزه اقول لكم ان دي كمان قلبة الدنيا كلها. احلى طريقه للقلقاس فعلا هتجربوها، دي طريقتي معتمداها من سنين، من يوم ما جيت ايطاليا واستحاله اغيرها. تعالوا بقى نغرف مع بعض. بصوا بقى على لون القلقاس حلو ازاي. عايزه اقول لكم كمان القلقاس زي الزبده بالظبط وطعمه خطير. دي احلى طريقه للقلقاس هتعملوه وتجربوه. عاوزاكم تبصوا لي على شكل ولون القلقاس طالع ازاي. وطبعا القلقاس ما ينفعش يتاكل غير معاه رز بالشعريه. شايفين بقى شكل الرز؟ بس عايزه اقول لكم على معلومه حلوه تعملوها وانتوا بتسووا الرز. قبل ما تنزلوا الرز من على النار بتلات 4 دقايق ضيفوا معاه نص معلقه صغيره من الثوم المهروس وقطعه صغيره من الزبده، او ممكن معلقه او معلقتين من السمنه. هتاكلوا احلى واطعم رز. تعالوا بقى ندوق القلقاس بالرز. بصوا بقى الجمال. جربوه بنفس الطريقه وانا واثقه متاكده ان هو هيعجبكم. وبألف هنا على كل اللي هيجرب وصفة النهاردة، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.